بناء على طلب الجماهير مرة تانية عند الحاج فتحي مرسيدس أشهر عربية كبدة فيك يا مصر. جينا له النهاردة عشان في بعض الأسئلة جت على الكومنتات، حجم السندوتش، السعر، شكل السندوتش، حاجات كتير كده هنسأل الحاج فتحي فيها. يلا بينا. السلام عليكم يا حاج فتحي. جيت لك للمرة التانية، ايدك وخدها. استاذ محمد ايه الجمال ده؟ يا رب يخليك. يا حضرتك يا رب يخليك يا حاج. يا اهلا وسهلا. حاج فتحي احنا جينا عملنا معاك فيديو ما شاء الله عمل ملايين، والناس بتسأل، كتبت لنا كومنتات كتير، عايزين نطرح عليك اسئلة الكومنتات من غير ما تزعل. لا براحتك يا بيه، براحتك اتفضل. قالوا لنا ان الرغيف صغير، ردك ايه على موضوع الرغيف صغير؟ كبير. لا الرغيف كبير قدامك حضرتك، صوره اهو. صور الرغيف اهو. يعني انت شايف ان الرغيف ده يا دوب مناسب؟ لا مناسب، حلو، مناسب لسعره كمان. سعره كام يا عم؟ 7 جنيه ونص. 7 جنيه ونص. طب انت ازاي يا عم الحاج شايف ان 7 ونص تغطي معاك تكلفة فينو وكبدة وفلفل؟ لا والله نعم يا اهلا وسهلا. عينيا يا حبيبي. عينيا الاثنين يا حبيبي. عيني. جاوب يا حاج فتحي. عينيا. قول يا استاذ محمد. بقول لحضرتك 7 ونص شايف انها مغطية التكلفة؟ حلو والله الحمد لله، بس ربنا يديمها نعمة والله. حلو يا استاذ محمد، مش كتر فلوس. لا قول لي الجملة دي بقى تاني حلوة كده. بقول لك هو مش كتر فلوس، ده هي بركة. وبعد كده احنا منطقة شعبية يا استاذ محمد، قلت لك قبل كده ان الناس اللي بتيجي هنا زبايننا واصحابنا واخواتنا، يعني احنا مش في منطقة ما فيهاش اجانب، يعني كلهم ولاد بلدنا واخواتنا وحبايبنا. وبعد كده مستورة، اهم حاجة الستر احسن من الغنى. خد الجملة دي واعملها بقى، يعني تطلع ترند عليها. الستر احسن من الغنى. الستر احسن من غيرك. ايوه الستر احسن من الغنى، والبركه مفيش احسن منها. والله وكلام حكم يا استاذ محمد، وانت ابو الحاجات دي يعني. اتفضل يا استاذ محمد. عم فتحي الناس بتقول لك، قول لي عايز ايه؟ في حد كان عايز ايه؟ طب انا اجي لك يوم تاني بقى، انت زحمه النهارده. والله يا حبيبي معاك حبيبي. حاج فتحي انت قلت لي قبل كده ان انت بقالك سنين ومكمل لغايه دلوقتي، وبعد ما بقيت الاكثر شهره ما شاء الله لغايه دلوقتي انت واقف على العربيه بنفسك ليه؟ الحمد لله والله. يعني عشان برضك الواحد كده صحته تبقى يعني الحركه دايما كده. الحمد لله، ربنا يديمها يا رب. ربنا يديمها يا رب. الحمد لله والله. اتفضل يا استاذ محمد، معاك والله. يعني انت شايف يا حاج ان مهما كنت طالما قادر تقف على رجلك، لا اشتغل يا حبيبي اشتغل. لا انا بحب اشوفك كنت شغال. ماشي حبيبي. انت شايف ان الواحد لازم يفضل يشتغل؟ لا الواحد طول ما يعني ايه، الصعود على القمه سهل، الصعب انك تحافظ عليه. الصعود للقمه سهل، يعني حضرتك ممكن تبقى اكبر مذيع واكبر اعلامي وتريح تروح واقع، لكن لازما الصعب انك تحافظ على اللي انت وصلت عليه. اللي انت وصلت له تحافظ عليه. عارف الكلام ده مش كلام انشا يعني. مش ناوي تغلي يا حاج؟ هنغلي ازاي عن كده يا استاذ محمد؟ انا بسالك بس. لا يا بيه مش ناويين نغلي ان شاء الله. هنفضل 7 ونص. يا رب يبقى انا عايز يبقى ارخص كمان من كده. ارخص من 7 ونص كمان. ارخص. ده كده رضا. حاج فتحي مرسيدس طول الوقت بيحافظ على مستوى الطعم، ما اتغيرش ليه يا حاج فتحي من زمان؟ حضرتك ممكن يعني اي حد يدوق ويجرب، يعني انا بعبي وهو يجرب. انا مش بقيم اكل انت عارف يا حاج فتحي، انا بس بجرب بقيم تجربه. الناس بتجي لك بقالها سنين وانت ما زلت ما شاء الله موجود رقم واحد، فانا جاي بسال الاسئله اللي الناس بتسال عنها. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ولو في تعليقات برضك لازم الانسان مننا لما عشان يبقى ناجح لازم يبقى في تعليقات. من غير التعليقات ما ينفعش. مفيش حد ما بتزعلش بالتعليقات. مفيش حلاوه من غير نار. الحلاوه دي عشان تعمل تحتها نار. ما ينفعش تعمل كده لوحديها. ما تعرفش تطلع من الفريزر تبقى حلاوه، لازم يبقى فيها نار. قول لنا عنوانك تاني يا عم فتحي عشان لو الناس عايزه تجي. 30 شارع الترعه البلقيه، ميدان فاكتوريا سابقا، ميدان نصر الاسلام حاليا. كلمه السر فتحي مرسيدس. يا رب يا رب. نصيحه منك لكل الشباب الصغير تقول لهم عشان ينجحوا قبل ما اختم. لا لازم يبقى عنده صبر. لازم يبقى عنده صبر، ولازم يبقى عنده هدف. الانسان من غير هدف ما يبقاش عنده هدف. مش يبقى حاجه، لازم يكون في هدف. لازم يبقى عنده هدف. وتخليك مع الله. خليك مع الله. اللي مع الله دايما كسبان. بركه. وبرضك وما تنساش، يعني انت نسيت انا ما نسيتش، ال 50 رغيف. 50 رغيف دي بينك وبين ربنا بقى، ماليش دعوه. ليه طلعتها المره اللي فاتت؟ انا طلعتها المره اللي فاتت وكل واحد ما انا طلعت ان انت هتطلع 50 رغيف
لوجه الله، عايز تطلعهم ده هديه لربنا. لا ان شاء الله. ومش هديه كمان، ده دين عليك. لا ده دين، مفيش حاجه يعني لما نكون احنا مديونين فيها نعمل اكتر من كده كمان. في حد جه ياكل من هنا وانت ما اديتلوش يا حاج فتحي؟ في حد ياكل وانا ما اديتوش؟ اه لا ما حصلش. يعني لو انا جبت اصوره صوروا وسجلوا، مش هنشتغل بقى. صوروا وسجلوا. هتقلب خناقه. لا انت فاهم، انت حبيبي. حبيبي يا حاج فتحي، ربنا ما يحرمنا منك. مرة يا أستاذ محمد. اخر رساله قبل ما امشي اقول لك صلي على الحبيب قلبك يطيب. صلى الله عليه وسلم، والف مبروك على العمره، ومنورين الازاز اللي معاك، منوريننا والله. ربنا يخليك يا حاج. عم فتحي، تخليت عن صينيه السجق والكبده ورحت للشغل اللي فرنجي همبرجر. الشغل فرنجي ده شغل ده كمال ده. يعني في واحد بيجي عايز سندوتش كبده، سندوتش سجق، عايز واحد بيض، عايز واحد سجق جريل، عندنا سندوتشات بطاطس. يعني في لكن انت الراعي الرسمي عندك صينيه الكبده والسجق. الصينيه والكبده والسجق. لكن دي عملتها عشان لو حد نفسه في حاجه ما يروحش. ايوه الله ينور عليك يا استاذ محمد. والاسعار اخبارها ايه يا عم فتحي؟ لا الاسعار بسيطه يعني. السجق ده بكام؟ السجق ده ب 14 جنيه. السندوتش ده ب 20 جنيه. يعني حاجات برضك يعني شعبيه برضك، مش حاجات غاليه يعني عشان تقدر تلم نفس الاسعار دي. والله العظيم انا مرضي وبقول الحمد لله، وبقول يا ربنا يديمها نعمه. يعني انا عن نفسي بقول رب يديمها نعمه بس. يا رب يا رب. والله الحمد لله، والله الحمد لله. الله اكبر. الحمد لله والله. اللهم بارك. الحمد لله. اللي انا اعمله ده هتاكله انت ان شاء لا الله. انا ما باكلش في مطاعم، انا ما بقيمش اكل، انا ما بقولش رايي، انا بجرب فكره التجربه واقيمها. عم فتحي بالنسبه لي ملهم، راجل واقف من شبابه لغايه ما شاء الله، واقف على رجله بيحترم لقمه عيشه. لكن انا ادوق واكل والناس تقول ده بياكل، انا ما باكلش. انا جاي اقول لك مليون بركه يا رب عليك الشهر المبارك، اللهم امين. ده تبع ال50، ربنا يرزقك ده حسناتك يا رب. يا رب بألف هنا وشفا يا رب. ربنا يتقبل. عايز حاجه تاني؟ طيب ربنا يرزقك يا عم فتحي. اسيبك بقى تشتغل ويومك كله لا يا رزق، أستاذ محمد. وشهر رمضان عليه خير مش يا رب. معطلنا والله في حاجه. يا رب يخليك. مش معطلنا في حاجه السلام والله. عليكم. طب نورتنا يا استاذ محمد. نورتنا. السلام عليكم. السلام عليكم. نورتنا.